شو صاير في القطب الجنوبي؟ في الثمانينات كان في فريق علماء بريطانيين قاعدين يقيسون طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي مثل كل سنة، بس فجأة الأرقام بدأت تهبط بشكل غريب جدا. قالوا يمكن الأجهزة خربانة. عادوا القياس مرة ثانية في سنة 1982 ونفس الكارثة، يعني الطبقة اللي تحمينا من الأشعة القاتلة قاعدة تنهار. تخيلوا معاي، اللي يحمي عيوننا بشرتنا ومزروعاتنا صار فيه ثقب، والأشعة فوق البنفسجية كانت توصل مباشرة للأرض. هني العلماء حسوا بالخطر. شو السبب اللي صاير؟ بخاخ الشعر، التكييف، المصانع؟ الشك تحول لحقيقة، ومن يومها بدأ سباق عالمي عشان ننقذ السماء قبل لا تنحرق الأرض. وهذا اللي تعلمته من كتاب العيون الصف التاسع في المنهج الإماراتي. بس الحين تتوقعون إحنا قاعدين نحمي طبقة الأوزون فعلاً ولا نسينا القصة؟ خبروني تحت في التعليقات.